ازيكم عاملين ايه جمهور فانزاتي؟ طبعا احلى جمهور قمر الوكاله وفانزاتها طبعا، واحلى لايف ده ولا ايه؟ يلا بينا. ازيك يا ولية؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه يا قلب اخوكي؟ طمنيني عليكي. عامل ايه يا ولية؟ انت فاتحة لايف ولا ايه؟ فاتحة لايف؟ سايبة الشغل وقاعدة فاتحة لايف؟ الله يخرب بيت دي عيشة. الراجل يخش من باب الشقه تديله اهتمامه. استني بقول لك ايه، قولي لي ايه رايك في النضاره دي؟ نضاره كنت عايزه تجيبها لي ب 500، انا جبتها اندر كوبي 25 جنيه. قولي لي ايه رايك يا وليه؟ ادي النصايح لاحلى حريم في الدنيا. الله، ده مين اللي جنبك ده؟ الواد اسماعيل حبيب قلب خاله. عامل ايه يا اسماعيل؟ ده بياكل ايه ده يا وليه؟ تاكليه ايه؟ احسسه كده، اخليه شمع. ده بياكل لحمه نيه دي ولا ايه؟ ده سمك، ده سمك. كل يا حبيب قلب خالك، كل تعالى كل وركي، كل دراع امك بالمره، ولا يهمك حاجه يا اسماعيل. كل واتغذى يالا يا مبقلز. اخليه قشطه، الراجل يبقى نازل كده مبسوط، الراجل داخل البيت مبسوط بيا وفرحان بيا. يا وليه بطلي هري وكلام مع النسوان، سايبه شغلك وناسيه الواد اسماعيل. الواد اسماعيل فشخ السمكه جنبك وانت ولا في دماغك يا وليه. وكاري يخش البيت، وكاري اللي هو من عمايل البيت. يا سمعة قول ورايا ياض. اكلت السمكات حتى فشختها. قول ورايا حبيب قلب خالك، قول ياض. نكد عليه عيشته، ليه نكد عليه عيشته؟ ليه ما فرحوش؟ ليه ما فكش عنه؟ بص يا بنت، انت واختك اللي معاك الله يخليكم ما تلعبوا في رصة الخيار. ربع كيلو اللي هتاخديه مش هيفيدني بحاجة. عامل ايه يا اسماعيل؟ ليه داخل فيه هموم الدنيا؟ ليه انا ما فكش عنه وافضل اضحك معاه ونضحك ونهزر؟ يا وليه بطلي هري، الواد اسماعيل بيغتصب السمكة اللي بتلمع الحته المفتشي. بكره الخميس، بكره البس القميص الاحمر بقى، القميص التركواز، القميص اللبني. دلعي نفسك تعيشي، محدش واخد منها حاجه، تضربيها سلامات. ريح يا حبيب خالك، ريح جسمك، ريح وكل تاني ولا يهمك. فكرتني يا اسماعيل، عارف بمين؟ بامك وهي صغيره. عارف ولاد عمك ابو رشدي؟ ولاد عمك ابو رشدي دول كنا نشيلهم ونشقلبهم في الهوا لفوق. امك الوحيده اللي كانت مقلبظه وهي صغيره كنا ندحرجها كده. حقيقي والله العظيم يا اسماعيل، اللي خلف ما كلش. والله عشان اسماعيل كل اكله يا مبقلز. تطلعوا 3-4 ايام مصيف، اسبوع مصيف، مش فارقه. وليه بطلي هري بقى؟ بقول لك الواد اسماعيل جنبنا دايخ اهو، قاعد مدروخ. الله يخرب بيتك. اللي احنا نتهوى نتفسح، محدش واخد منها حاجه. والله لا اقول لامك. بقول لك ايه يا وليه، كان لما كنتوا بايتين عندنا الخميس اللي فات يا وليه، يرضي ربنا اسماعيل ينام جنب الواد عبد العظيم ابني، اصحى الاقي الواد عبد العظيم صوابع رجله بقى 4 مش 5. يرضي ربنا. الواد اسماعيل قرقش صابع رجله الصغير. يرضي ربنا يا مبقلز. احط مكياجات طول ما انا قاعده، احط غسوليه تغسل بيها وش الصبح، وش ابقى قايمه مورد كده. وليه مكياجات ايه وغسولات ايه؟ مكياجات وغسولات تشكرات يا اختي. راجل كده يبقى قايم من النوم مبسوط جدا. الواد اسماعيل جنبك دايخ. وليه ما يرضيش ربنا، سيب النسوان في حالها وانت ركزي مع ابنك. يا وليه اطلبي له الامبيولانس. بص مش هيبص بره، هيتدلع بيكي، هيتعايق، هيقول لك لا ما هي اللي منسياني الدنيا. هو الواد اسماعيل راح فين؟ هو بيفضي النقله في الحمام ولا ايه؟ انا مش عاوزك، امي اللي اتكلمت، امي اللي غصبت عليا. انت جايبه له اكله جديده؟ انت جايبه له بسه ولا ايه؟ جايبه له بسه؟ امك اللي غصب عليك، امال بتتكلم ليه؟ جايبه له بسه. يا وليه انت مستغنيه عن الواد؟ سمك وبسه؟ لكن انا هعرفك ايه يا حبيبي؟ تقول لك قمر، الراجل الجدع قمر بتقول حكم. يا وليه بطلي هري، الواد اسماعيل مفيص جنبك. شوفي الواد ماله، شيلي الاكل من قدامه واتقي ربنا يا وليه. الراجل الجدع، الراجل الشقيان، انا بحبك بيلم قوي. نفسه بدري كده، بيحب اللي هو يبقى عنده بيت، يبقى عنده دنيا، يبقى عنده عيال، يشوف عياله ويشوف. بقول لك ايه، فاكره لما رحتي تدفعي فاتوره التليفون وسبتي لي الواد اسماعيل في المحل؟ فاكره ولا مش فاكره؟ انت بتخسريني زباين. يوميها كان عندي زبونه عايزه 2 كيلو بتنجان، قلت له خش يا اسماعيل قور لها ال 2 كيلو وبعدين نودهم لها البيت. قوم يقورهم جوه وياكلهم، ومش كده وبس، وياكل الفايز اللي طلع من البتنجان. اقنعه ساعه ان اللي جوه ده مش رز، يقول لي لا ماليش فيه هاكله، عجبني طعمه واكله زي الرز. بالله عليك ما تجيبهولي تاني المحل خلاص. النصيب لا ما يحصلش نصيب، بيبقى يوم الدخله وبيبقى حلوه البسه يا اسماعيل، حلوه يا قلب خالك. بالهنا والشفا يالا، بالهنا والشفا على كرشك يا مبقلز. يديك، ولو حد ساعدك بحاجه مش هيديك برضو زي ما انت
عاوز تعمل وتعمل وتعمل. بالله عليك وانت قاعده سرحانه مع النسوان كده وسايبه لي الواد، ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا؟ دي ازازه بيبسي اوليه تجيبيها صغيره للواد، ده يرضي ربنا؟ خد يا اسماعيل يا حبيب قلب خالك، خد روح هات لك برميل ساقع، برميل ساقع على حسابي يلا عشان كرشك يلا، خد. بتخش ليه بتتكلم؟ ما انت مش قد الكيان ومش قد الجواز، بتتكلم ليه؟ يبقى هي انا حاسس ان الواد اسماعيل قاعد بيتوجع وانت سرحانه في اللايف اللي انت فاتحاه. انا حاسس الواد بيتوجع. بقول لك انا مش فاضيلك، كملي هري النسوان اللي انت عماله تقري فيه ده. وبقول لك ايه، ما تزعيش للواد اسماعيل، اوعي تزعقيله. انا عايز الواد ده ياكل ويبقلص عشان محتاجه على العيد الجاي. يلا انا هروح اشوف شغلي وابقى اكلمك بالليل وابقى اطمن عليك واطمن على الواد اسماعيل. يلا سلام يا اختي.